بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم في الجزء الثالث من حلقتنا الثانية من سلسلة مقالات العلمانيين. وقفنا على النقطة الرابعة من كلام الدكتور يحيى جاد اللي نقل عنه الأستاذ حسام السكري. بيقول: ما يزال بعض كبار علماء المسلمين من مختلف المشارق والمدارس والتيارات الفكرية السنية وغير السنية والحديثية والفقهية والكلامية والتفسيرية، ما أنا قلت أهو تمام، اللي يتكلم في الموضوع ده بتوع حديث. أي حد من جهات تانية تمام ملوش إن هو يتكلم فيه، لأن ده التخصص بتاعنا اللي ليه أدوات معينة وليه خبايا معينة. ما تقوليش مفسرين، ما تقوليش فقهاء، ما تقوليش علماء كلام أو متكلمين، ما لهمش دعوه بالقصه دي. زي ما بتاع التفسير برضه ده تخصصه، ما نقولش الفقهاء قال. كل واحد ليه تخصصه، عاوز يتكلم في تخصص تاني يقرا في التخصص التاني ده ويجمع ما بين التخصصين ويتكلم فيه. اهلا وسهلا. وغير ذلك قديما وحديثا. قديما ما حصلش، حديثا ينتقد ويرد ويضعف حديث او مرويات في الصحيحين. تمام؟ وهذا يعلم كل من تعمق شيئا في ميدان الدراسات الإسلامية عموما والدراسات الإسلامية المقارنة خصوصا، وما ذكرش أمثلة في حتة إن ما يزال بعض كبار علماء المسلمين. حتة كبار علماء المسلمين دي كتير، يعني علماء المسلمين ماشي، ما في واحد في السورية يعني الناس من كتر آراءه الغريبة والعجيبة تمام بيقولوا هو شكله كده عاوز ياخد جنسية هناك، يعني فبيقول آراء غريبة جدا جدا. من ضمنها مثلا ان التعدد ده حرام اساسا، مع ان النبي عليه الصلاه والسلام تعدد وبعد كده الصحابه على عهده تعددوا. لا، هو بيقول التعدد اساسا حرام. فحته علماء المسلمين ممكن نمشيها عادي واحنا مغمضين، انما كبار علماء المسلمين، مين من كبار علماء المسلمين؟ خاصه ان هو الراجل بيقول ان هو تلميذهم، هو قال علماء اهو ان هو تلميذهم، بيقول ان هو تلميذ الدكتور محمد عمارة والدكتور يوسف القرضاوي تمام، والمستشار طارق البشري والدكتور احمد تماية والمد. انا ما اعرفش مين محمد هيثم الخياط ده بصراحه، ما كنتش اعرفه تمام. الدكتور محمد جمال الدين عطيه، الشيخ احمد الريسوني ماشي تمام. لكن حته كبار علماء تمام ويسيبها كده مفتوحه وما يذكرش امثله. طب ما هو ده كده عندي محدثين اسمه تدريس تمام، ما عشان نتكلم لغه الحديث واحنا بنتكلم في حديث، ده اسمه تدريس، ان انت تكون واسمه تدريس شيوخ تمام كده، ان انت ما تقولش هم مين تمام. وكمان بيجتمع عليه تدريس التسويه اللي هو اسوأ انواع التدريس، ان انت تسوي فعلا ما بين ناس مش علماء اساسا ويا دوبك هم لم يمتلكوا من العلم او لم يقرأوا في العلم او لم يتعلموا من العلم الا القليل، وما بين فعلا ناس كبار زي اللي انت ذكر اساميهم في السيره الذاتيه بتاعتك. ده كده برضه تدريس تسويه، ان انت بتسوي ما بين دول ودول وبتوهم القارئ تمام. وطبعا انا ما بتهموش بسوء النيه، هو اصلا مش عارف تمام. بيوهم القارئ او القارئ يتوهم من هذا الكلام ان دول زي دول، او ان اللي بيضعفوا حاجات في البخاري ومسلم كبار علماء ده حقه حقيقي، وده مش حقيقي تمام. خامسا، من أشنع وأقبح العبارات والتعبيرات أن يوضع كتاب البشري موضع المقارنة مع الكتاب الإلهي الخاتم، حيث كيف يجوز في ميزان العقل المسلم أن يوازن أو يقارن فعل البخاري البشري في رواية وتصحيح الأحاديث بالفعل الإلهي في حفظ الله لكتابه. حط علامة استفهام على السن ده سؤال، وحط علامة تعجب برضه على أساس إن هو يقول إن دي حاجة غريبة. وكيف يمكن أصلا تصور أن يوضع كتاب بشري أيا من كان مؤلفه وأيا ما كان محتواه على مسطرة واحدة مع كتاب الله المجيد، بحيث ينزل هذا الكتاب البشري درجة ويصعد كتاب الله درجة. وعليه فمن شاء أن يقول العبارة أعلاه فليقل البخاري أصح كتاب مرويات عن النبي عليه الصلاة والسلام عند جل يعني معظم، ده كلام عند جل علماء مدرسة تيار أهل السنة والجماعة.
وقول ذو الاحتراز، لأن من علماء هذا التيار سواء قبل وجود صحيح البخاري أو بعد وجوده من يقدم موطأ مالك. تعالى بقى في إيه؟ من يقدم موطأ مالك أعني المسند المرفوع منه على ما عداه بإطلاق وتعميم، كما أن منهم من يقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري سواء بإطلاق تعميم أو باعتبارات دون أخرى. وليس أجمعت الأمة على أن البخاري أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله، فما أقبح وأشنع وأكذب هذه الأخيرة على شهرتها العريضة. لا، الكلام ده كده معلش يترد عليه ويترد عليه حلو قوي. ليه؟ أول حاجة حتة أن يوضع كتاب بشري موضع المقارنة، محدش وضعه موضع المقارنة. وعلى فكرة هو حط الكلام ده على صفحته على فيسبوك، وناس كتير قوي ردوا على النقطة دي. يعني ناس كتير قوي سابوا كل حاجة وردوا على النقطة دي، قالوا هو مين اللي يقارن؟ محدش قارن. الموضوع ما فيه ان الناس بتقول كتابه هو المقياس، ان هو الصحيح المطلق. تمام؟ اول حاجة تيجي بعد كده في كتب البشر هو صحيح البخاري. هي الناس ما غلطتش والناس ما قارنتش. كل ان انت بتقول الناس بتقارن ده غلطك انت. ما حدش قارن ما بين ده وده. الموضوع ما فيه في مسألة الخوف من كلمة ان صحيح البخاري هو اصح كتاب بعد كتاب الله. دي بيخاف منها اصلا الناس اللي على الديانات الثانية. ليه؟ بيكون مؤلم بالنسبة لهم ان يقال ان صحيح البخاري اصح من التوراة، ان كتاب بشري اصح من التوراة اللي هم فاكرينها كتاب سماوي. تمام؟ وهي فعلا كتاب سماوي، لكن اللي كانت نزلت على سيدنا موسى مش اللي موجودة دلوقتي، واللي احنا كمسلمين عقيدتنا فيها ان هي محرفة. نفس الكلام مؤلم لاتباع ديانات ثانية ان يقال ان صحيح البخاري اللي هو عمل بشري ان هو اصح من الانجيل، مع ان احنا كمسلمين فعلا بنعتقد اعتقاد جازم ان هو ده، ان صحيح البخاري اصح من الانجيل، وان هو موثوق فيه وفيه محتواه اكتر من الانجيل. فالكلمه دي بتألمهم، الكلمه دي بتضايقهم. لكن احنا كمسلمين فعلا بنعتقد اعتقاد جازم ان صحيح البخاري هو اصح من كل الكتب دي. الكتب الثانيه بيقال عنها ان هي كتب سماويه، لكن احنا عقيدتنا فيها ان هي كتب محرفه، ان هي مش سماويه، وان محتواها اختلط فيه السماوي بغير السماوي. لكن صحيح البخاري احنا عقيدتنا فيه ان هو وحي غير متلو، يعني ده وحي نزل على النبي عليه الصلاه والسلام، وان روي عنه هذا الوحي وباستمرار الروايه من العدل الضابط الى العدل الضابط لحد زمن الامام البخاري. الامام البخاري قال انا حد ما الاقي حديث في كتابه وكتاب، بس هو ده اللي عمله الامام البخاري. والامام البخاري ما الفش كتاب، يعني في ناس بتقول الف كتاب، الامام البخاري ما الفش كتاب. والامام البخاري كان ليه اسلوب نقدي في الاحاديث، ان هو ينقي زي ما انت بتروح تشتري برتقال، ليه اسلوب نقدي. المبوعه مش هاخدها، اللي مشروخه مثلا او متفجره مش هحطها في الكيس، اللي كذا دي مش كده. كان ليه اسلوب نقدي، لكن مش هو اللي زرع البرتقال. نفس الكلام الامام البخاري ما الفش الكتاب، هو بس جمع الاحاديث باسلوب نقدي، ان هو ينتقد هاخد الحديث الفلاني بناء على الشرط الفلاني، ومش هاخد الحديث الفلاني بناء على الشرط الفلاني فقط. نيجي للنقطه اللي هي سادسا، ده في سبعا كمان. نيجي لسادسا، تعامل أكثر المسلمين المعاصرين مع صحيح البخاري تتوزع نزعتان رئيسيتان إجمالا، هما نزعة تقديسه ونزعة تدنيسه، والله نسأل أن يعافينا من هذين الداءين الغضارين. تمام؟ حتة التقديس ما حدش بقدس البخاري. احنا عارفين الإمام البخاري ده كان بشر وما كانش معصوم، لكن في نفس الوقت مقتنعين برضه ان الامام البخاري ده كان انسان خارق للعاده. وطبعا معروف في اي ترجمه، كلمه ترجمه يعني سرد سيره ذاتيه، مش ترجمه يعني من عربي انجليزي او من انجليزي لعربي، لا، سرد سيره ذاتيه ليه الناس بتذكر عنه خوارق. يعني معروف كده مثلا حكايه ال100 حديث اللي الناس جابت له 100 حديث، قلبوا ال100 حديث، لخبطوا المتون في السند، تمام، في الاسانيد، في المتون فيه وهو جاب ال100 حديث رد كل سند لكل متن، ما غلطش في واحد فيهم. معروف ان الراجل ده كان عنده قدرات خارقه شويه، مش زي عامه الناس، مش زي كل الناس. فالامام البخاري احنا ما نقدسوش، الامام البخاري ده معروف ان هو كان بشر زيه زي اي بشر، لكن كان انسان ذو قدرات خاصه خارقه بعض الشيء، فوضع عمل خارق بعض الشيء برضه، بس لكن احنا ما نقدسش البخاري.
وان كنا طبعا بنضع الكلام اللي هو قاله موضع تقديس، تمام. الكلام ده اللي هو احاديث رسول الله، بصفاتها احاديث رسول الله، مش بصفاتها هي اللي رواها البخاري، بس مش اكتر من كده. حته تدنيسه دي بقى معروف كده، اي حد بيدنس البخاري هو بيبرهن بنفسه على كل علمه ان واحد فعلا يجي يقول البخاري ده صفته ونعته. طب انت تعرف ايه عن البخاري؟ تعرف ايه عن المجهود اللي بذله البخاري طوال 16 سنه في جمع الحديث دي؟ طب تعرف ايه على المنهج النقدي بتاع البخاري؟ يعني البخاري اصلا زي ما قلت برتقال اهو، هروح اشتري برتقال، تمام. طب اللي مروعه مش هشتريها، طب اللي متفجره مش هشتريها، طب المدوده مش هشتريها، طب شكلها قديمه قوي مش هشتريها. كده اسلوب نقدي. بس هو نفس الكلام كان له اسلوب نقدي صعب جدا جدا جدا، لدرجه ان احنا لو طبقنا الاسلوب النقدي بتاعه على البرتقال مش هنشتري برتقال، هنروح نتفرج وهنرجع من غير برتقال. الراجل كان حافظ 600,000 حديث، 600,000 حديث. اللي انتقاهم من ال 600,000 حديث 7,000 ونص. ده معناه ان كان الشرط بتاعه وضع شرطين عموما مش شرط واحد. الشرطين بتوعه غاية الصعوبة، وعلشان كده فعلا الحديث بتاعته تكاد تكون موضوع على او مختارة او منتقاه على الفراغ. فكل واحد يجي بعد ده كله ويقول البخاري في احاديث ضعيفة، هو بيبرهن ان هو مش فاهم، هو بيبرهن ان هو ما قراش، هو بيبرهن ان هو جاهل بعض الشيء، وجاهل مش عيب. لكن كون ان واحد يكون جاهل ويقول انا عالم، هو ده العيب. تابعا واخيرا، لان طبعا المقطع الثالث قرب يخلص، وزي ما قلت الكاميرا بتاعتي للاسف ما بتسجلش الا 20 دقيقه، لسه معانا حوالي 7 دقائق. تابعا عندي اللي هو الدكتور يحيى جاد بيقول عندي انه ليس كل ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم صحت نسبته، انا معاك. وليس كل ما صحت نسبته صح فهمه، انا معاك. وليس كل ما صح فهمه صح وضعه في موضعه، انا معاك. وصحيح البخاري عندي هو اجتهاد لحد هنا ونقص، تمام. طبعا لسه هنكمل حته ليس كل ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم صحت نسبته. مين اللي يحكم؟ مين اللي يحكم؟ الامام البخاري قال اللي انا حطيته ده يا اخوانا صحيح. وفي نقطه انا عاوز انبه عليها مش كل الناس بتنتبه ليها. نقطه ايه؟ الامام البخاري قد يكون روى احاديث ضعيفه، روى احاديث ضعيفه، بس مش في الصحيح. وحط تحت يعني الكلمه دي 100 شرطه كده. يعني الامام البخاري روى احاديث ضعيفه، روى احاديث ضعيفه حصل، بس الاحاديث الضعيفه دي مش في صحيح البخاري، ما في ايه؟ في كتب ثانيه زي كتاب التاريخ الكبير. ما هو ليه كتاب اسمه التاريخ الكبير حط فيه احاديث ضعيفه، ماشي. ليه؟ يعني الحديث اللي فيه مش بنفس الشرط الصعب اللي هو كان شرطه في الاحاديث اللي هو يحطها في الصحيح. فدي نقطه. النقطه الثانيه لازم الناس تكون منتبهه كده. النقطه الثانيه ليس كل ما صحت نسبته صح فهمه. الكلام ده للفقه مش للحديث. انت ما تتكلمش مع البخاري في الفهم، احنا نتكلم معاه في الاحاديث اللي هو جابها. الفهم ده شغل الفقهاء. بيقول وصحيح البخاري عندي هو اجتهاد، أي إمام البخاري في تصحيح ما ذكره فيه من أحاديث لا أكثر ولا أقل. حتة هو اجتهاد ماشي، ما هو الاجتهاد ده هو اجتهاد مجمعي، يعني مش اجتهاد الإمام البخاري وحده، هو الراجل اجتهد، تمام. جه اللي بعديه ناس ما لهمش أول من آخر أقروه على الاجتهاد بتاعه ده. فالاجتهاد ده مش بتاعه هو لوحده، ده اجتهاد أمة. يعني صحيح البخاري ده مش بتاع البخاري وحده، ده بتاع أمة. يعني ياما ناس جم بعديه واقروه قالوا صح البخاري ده كان بيتكلم صح، وجه واحد تاني قال البخاري ده كان بيتكلم صح، وجه واحد رقم 100 قال البخاري ده كان بيتكلم صح، وجه واحد رقم 1000 قال البخاري ده كان بيتكلم صح، وجه واحد رقم مليون قال ايوه البخاري ده كان بيتكلم صح. اذا صحيح البخاري ده مش شغل البخاري وحده، ده كان شغل البخاري ساعه ما البخاري حطه بس. لكن بعد كده طوال 1100 سنه من ساعة ما الإمام البخاري أو 1200 سنة من ساعة ما الإمام البخاري وضع الصحيح بتاعه ده، خلاص ما بقاش شغل البخاري لوحده، وما بقاش اجتهاد البخاري لوحده، ده بقى اجتهاد كل العلماء اللي أقروه على صحة الصحيح بتاعه. نيجي لآخر نقطة اللي هو اتكلم فيها حتة إن هو بيقول إيه، ودي عديناها بس طبعا ليها وقت قبل ما نختم. بيقول
فيه اللي بيقدم موطأ الإمام مالك وبيقول أعني المسند المرفوع منه. ليه؟ يعني هو النقطة دي هو عارف إن موطأ الإمام مالك فيه حديث موقوفة، يعني مش مرفوع. طبعا الموقوف ده اللي هو من كلام الصحابة، إنما المرفوع اللي هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ فبيقول اللي بيقدم موطأ الإمام مالك على صحيح البخاري. حته ان موطأ الامام مالك ان هو من اعلى كتب الحديث صحه، انا معاك فعلا ده. وعشان كده في مصطلح في ترتيب كتب الحديث بيرتب درجات، في الدرجه الاولى او مش فاكر الكلمه الثانيه، بس الدرجه الاولى، الدرجه الثانيه، الدرجه الثالثه، الدرجه الرابعه، في 4 درجات. الدرجه الاولى فيها 3 كتب بس اللي هم صحيح الامام البخاري وصحيح الامام مسلم وموطأ الامام مالك. دي يعني الكلام ده مش غلط، موطأ الإمام مالك من كتب الدرجة الأولى، لكن كون إن حد بيقدم الكلام ده قبل ما يوضع صحيح البخاري، ولازم الناس تكون فاهمة كده كويس. ليه؟ لأن الإمام مالك أول ما وضع الكتاب بتاعه هو برضه قال الكتاب بتاعي كله صحيح، ما هو قال كده، وفي الأول حط فيه 10,000 حديث للناس اللي ما تعرفش، وكل سنة كان بيشيل منه أحاديث مش عاجباه، يعني مش عاجبه السند بتاعها او المتن بتاعها، مش عاجبه، يعني ما حدش يفتكر ان هو مش عاجبه كلام النبي عليه الصلاه والسلام، لا، حديث مش عاجبه السند بتاعها او المتن بتاعها، لحد ما وصل في الاخر لان الموطأ بقى فيه 2000 حديث بس. فكان فعلا ساعتها الموطأ كان اصح الكتب اللي موجوده على وجه الارض. لكن من بعد ما الامام البخاري وضع الكتاب بتاعه، لا، ده بقى اصح كتاب ومحدش عارف يجيبه من ساعتها، يعني محدش عارف يجيب المستوى بتاعه. الامام مسلم تلميذه، يعني تلميذ الامام البخاري ومع ذلك ما تفوقش عليه. طب هو هنا بيقول ان فيه ناس بتقدم صحيح الامام مسلم. فعلا في ناس بتقدم صحيح الامام مسلم، ده اللي ما يعرفش يعني ادينا يعني بنبسط علم الحديث اللي ما يعرفش، لان معروف ان هو علم صعب وتقيل، بنبسطه. الامام مسلم في ناس بتقدم صحيح الامام مسلم على صحيح الامام البخاري في ايه؟ مش في الصحه، اوعى تتخدع بالكلمه دي، اوعى حد يقول لك ان صحيح الامام مسلم اصح من حديث الامام البخاري، لا، هي الناس اللي بتقدم صحيح الامام مسلم على صحيح الامام البخاري في نقط معينه. في ايه؟ اولا في النظام. ليه؟ بيقول لك ان الامام مسلم منظم جدا جدا، كل حديث وضع له عنوان لوحده، غير الامام البخاري كان ممكن يحط لك عنوان ويحط تحته 100 حديث. تمام؟ لحد ما جه الحافظ ابن حجر العسقلاني نظمه شويه، انما الامام مسلم من ساعه ما الف الكتاب بتاعه كل حديث حاطط له عنوان، كان منظم جدا جدا جدا. فالناس كانت بتفضل الامام مسلم عن الامام البخاري في النقطه دي فقط. اما في الصحه معروف الامام البخاري، الامام مسلم نفسه هو اللي اعترف له كده، هو اللي اعترف له ان كتابه اصح منه، ولما كان بيقابله كان دايما بيقول له دعني اقبلك بين عينيك يا استاذ الاستاذين، يعني يا استاذ الاساتذه. هو مين فينا اللي يجيبك؟ ده اللي كان بيقوله الامام مسلم والامام البخاري، في حته ان الامام مسلم مقدم على الامام البخاري في النظام بتاعه، بس مش اكتر من كده. اما في الصحه فالامام البخاري معروف ان هو اللي مقدم. وعشان كده لما جه الحافظ ابن حجر العسقلاني عمل حاجات كتيره جدا جدا في صحيح البخاري ما كانتش موجوده، من ضمنها نقطه النظام، ان هو نظمه وسمى ابواب وعمل حاجات كتيره جدا جدا ما كانش عملها في الامام البخاري قبل كده. خلاص كده، حته اقبح واشنع واكذب هذه الاخيره تبين ان الكلام ده ما هو فعلا صحيح. حته ان الكتاب فعلا صحيح البخاري هو اصح كتاب بعد كتاب الله، وان اللي يجادل في حاجه زي كده مش هنصفه يا سمح الله بان هو يجهل، لان طبعا الكلمه اصلا فيها نوع من السب والقذف يعني. لا، هو بس مش قاري، مش فاهم، ولم يحط علما بما يتكلم فيه. صحيح الامام البخاري هو اصح كتاب بعد كتاب الله موجود على وجه هذه الكره الارضيه. تمام؟ ومعنى أصح كتاب الله يعني أكثر كتاب موثوق في محتواه، يعني في كتب تانية قد يكون فيها بعض الكذب أو قد تحمل أيام لها بعض التكذيب، ولكن صحيح الإمام البخاري أكثر كتاب موثوق في محتواه بعد كتاب الله سبحانه وتعالى موجود على وجه الأرض. هذا ما أمكن إيراده وتيسر إعداده، ونشكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا السبل وأن أعاننا على أن نقول ما قلناه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.